السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. بحبكم جدا جدا جدا. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ايه رأيكم في الجمال ده؟ حاجة كده تحفة. حاجة كده تعلقها في البلكونة لو انت حابة تعلقيه في البلكونة. لا هينزلك قشر ولا هيبهدلك الدنيا، وتتنيها كده الواحدة بوحدتها عمره ما هيفضى معاكي. وكمان هنخزن التوم الأبيض اللي اتضرب في الكبة ويقعد معانا من السنة للسنة. وكمان هنعمل التوم البودر. يلا بينا نبدأ كده ونعرف هنعمل الضفيرة الحلوة بتاعتنا ازاي. هنجيب واحدتين من التوم كده بالطول، ونحط واحدة بالعرض بالشكل ده ونلفها على الاتنين، ونرجع تاني نلفها على الراس اللي احنا حطيناها، وننزل بقى بالشكل ده، ونعمل واحدة عكس واحدة. بصوا بدأت كده واحدة اهيت، لفيت من تحت ودخلت بالعرق بين راسين التوم ولفيتها على اللي انا لسه حطاه. بكل سهولة هتعملي احسن ضفيرة توم وهتبقى معاكي جميلة جدا وشكلها حلو. بصوا حبايبي كده بالشكل ده. إيه لو واحد بقى عرقي كان مقطوع منك، او واحد مثلا ممكن يكون اخضر قوي يروح جاي إيه عامل تكه كده، يعني الخضار بتاعه بيخليه مثلا يتقطع، فخلاص مش مشكله. هو ده العرق الوحيد اللي اتقطع مني يعني. اهم حاجه في التوم كمان يا حبايبي ان انت تجيبيه اخضر عشان تعرفي العروق تبقى خضرة معاكي وتعرفي تلفيها، لكن لو ناشفه مش هتعرفي طبعا تتلفي معاكي خالص. اهم حاجه نجيب التوم اللي هي اخضر. وتاني حاجه التوم اللي بيتعمل ضفيره او بيتخزن هو التوم الاحمر، التوم اللي راسه حمرا، مش التوم الابيض. التوم الابيض هو اللي هنضربه في الكبه دلوقتي. تمام. يبقى احنا كده ده التوم الاحمر اللي بيتضرب، بنعمله ضفاير، او ان احنا ممكن نعلقه عادي خالص زي ما اهالينا كده. ربنا يا رب يرحم من مات منهم يعني، ويخلي الموجودين يا رب اللهم امين. كانوا بيربطوه عادي خالص، بس اهم حاجه يتحط في الضله، ما يتحطش في الشمس عشان الشمس بتخليه يفضي. بصوا حبايبي بقى دي باينه خالص، بتحطيها كده وبتلفيها بالشكل ده، وبتجيبيها تدخلي العرق بين الراسين التوم اللي هم في النص كده، وتروحي جايه لفها على اللي انت لسه حاطاه. طبعا الضفيرة هتخلص امتى؟ هتخلص بقى زي ما انت عايزة. عايزة طولها بقى يعني طويلة جدا، طول ما انت شغالة كده هتطول معاكي. طول ما انت بتحطي توم وبتشغلة كده هتطول معاكي، يعني مش هتخلص. انت بقى عايزة تستكفي بالطول ده، خلاص تروحي جاية ربطها وخلاص على كده. لكن طول ما انت بتحطي توم كده بتطولي العروق بتاعتها فبتطول معاكي. بصوا حبايبي باينة هنا خالص اهيت. بص انا هحطه عند الفلتر كده وتنيني امشي بيه بقى لحد ما اخلص بقى، علشان مفيش مساحه عندي والحمد لله مفيش ميه. بص حطيت الراس التوم كده ولفيتها من تحت على العروق، ورحت جايه لفها على الراس اللي انا حطاها ونزلت بيها كده. اهم حاجه يا حبايبي برضو لو لقيتي عروق كده شكلها مش حلو يعني ودبلانه كده ومش حلوه، نقصها بالمقص او نشيلها كده عشان تبقى شكل الضفيره معانا حلو كده وجميل. بصي حط راس التوم كده وبتلفي من تحت وتروحي جايه لفه على الراس ذات نفسها، وبتنزلي بالعرق بالشكل ده. طول ما انت شغاله يا حبيبتي العروق ديت هي اللي بتطول الضفيره. انا عملت طبعا ضفيرتين حلوين كده واستكفيت بيهم، كانوا حلوين قوي قوي معايا وكانوا كل الكميه اللي عندي. ولكن الضفيره واخده توم توم حلو يعني، توم ياما يعني. بشيل بقى العروق بالشكل ده حبايبي، وبعدين بحطها كده. سهله جدا جدا، وبتلفيها لفه وبتدخلي بين الراسين التوم وبتلفيها على الراس. تمام. بتشيلي بقى اي ورق كده بالشكل ده حبيبتي. ولو انت بقى يعني عايزه تعلقيه في البلكونه زي ما قلت لك، لازم في الظل، ما ينفعش خالص خالص في الشمس. يبقى اهم حاجه في الضفاير دي 3 حاجات: التوم يبقى احمر مش التوم الابيض، تاني حاجه يتعلق في الشمس، تالت حاجه يكون التوم اخضر ما يكونش ناشف معانا. طبعا انا سندت اخر واحده بالراس اللي انا حطيتها فوقيها دي علشان ما تفكش مني. حطيت راس كده اللي انا شلتها ديت على اخر واحده، علشان لو سبتها كانت هتفك مني على ما اقطع الشريطة الحلوة دي اللي انا هعمل فيها بيها يعني فيونكة كده في الاخر. هدلع بقى الموضوع يعني، هدلعها كده معايا الضفيرة ويبقى شكلها حلو قوي. طبعا بتتربط رباط تاني بقى وانتي بتعلقيها، يعني بتربطيها رباط جامد كده يكون جامد، وانتي بتعلقيها عندك في البلكونة لو انتي هتحطها في البلكونة يعني. تمام كده. بصوا المنظر شكلها تحفة تحفة تحفة. وهيتنيه معاكي بقى سليم ولا هيفضي منك لاخر واحدة. لما تحبي تروحي بقى تجيبي منه، بتاخدي المقص تقطعي منه اللي انت عايزاه،
ومن غير بقى ما ينزل لك ورق في البلكونه ويبهدل لك الدنيا، بيتقطع من معاكي كده بكل سهوله وبيبقى شكله جميل جدا. كده خلصناه بقى ورصيناه كده جنب كده اهوت. وهنعمل بقى، هنبدأ نعمل التوم اللي احنا هنخزنه في الديب فريزر، اللي هو التوم الابيض. التوم الابيض ده حبايبي بقى هو اللي بيتخزن في الديب فريزر. طبعا العرق ده انا ما بستخدموش خالص بصراحة يعني. هو كده كده التوم مش غالي قوي، وكمان يعني سعره حلو. يعني التوم الاحمر جايباه ب5 جنيه والابيض ب4.5. وانا ما بحبش اعمل العروق خالص، عمري ما عملتها بصراحة. انا بعمله كل سنة بالشكل ده. بشيل اول طبقه بقى من راس التوم بالشكل دوت، معاها بقى بشيل البذور اللي تحته بالجزء بتاع الطينه ده، وبفتحها بالشكل دوت، وباخد الورق اللي هو بين الطبقات بتاع التوم، الورق اللي بين الطبق بين الفصوص. ده اللي انا هعمله لتوم باودر. القشره دي لقيتها ناشفه كانت في الاول، استغنيت عنها. والفصوص دي ما بقشرهاش، يعني انا بفصص بس الفصوص، بفصصها من بعضها. وطبعا في جزء يا حبايب قلبي في راس التوم اللي هو باقي من الحته بتاعه الجذور بتاعتها اللي هي فيها طينه، بتبقى تحت، لانها طبعا الجذور بتاعه التوم جوه داخله لحد اخر التومه يعني من جوه. فكل ما تفصصي فص توم تلاقي حته اللي هي عامله زي الخشبه كده، يعني جامده شويه كده ولونها مدي على، يعني ابيض مش ابيض قوي كده، يعني غامق شويه. شيليها، يعني هي دي اللي باقيه من الجذور بتاعه التومه اللي هي فيها الطينه دي. بصوا الحته اللي انا يعني هوريها لكم دلوقتي اهي، الحته اللي انا بشيلها دي حته جامده كده وملهاش اي لازمه ومش هتبقى حلوه. وكمان بنستغنى عن الحته الناشفه اللي بتبقى في نص التومه. اي راس تومه عندك هتلاقي فيها العمود اللي هو الجامده دي ما تنفعش خالص تفرميها في الكبه علشان هتكسر لك الكبه ومش هتتفرم، وكمان ملهاش لازمه. تمام كده. هعمل واحدة تانية حبايبي اهو قدامكم. اول حاجة كده بفتحها بالسكينة علشان بس بدي مساحة ان انا اعرف امسك الورق وافصصه، علشان هو طبعا بيبقى مكبوس فوق بعضه. بشيل بقى اول طبقة من القشر كده بالجذور بتاعتها بالطينة دي بسكينة. وبراعي ان ايديا برضو بتبقى بقدر الامكان ما تجيش على الطينة دي، وتبقى نظيفة، وسكينتي نظيفة برضو، بمسحها من وقت للتاني كده. كل ما امسك راس توم لازم امسح ايدي والسكينة، علشان هبدأ افصص الورق بتاع اللي هعمله ورق بودر، وهمسك التوم اللي انا هفرمه. بصوا الحتت اللي انا بقول لكم عليها، شلت الجزء وفاضل الجزء اللي باقي من الجذور في قلب التومه لسه لازم يتشال. اهو الجزء اللي انا بشيله ده، هي جزء ابيض كده مدي على لون غامق سنه كده بسيطه. بس ناشفه، يعني ناشفه وجامده. بفصص بقى يا حبايبي الورق اللي بين الفصوص كده، باخده وهعمله بودر ان شاء الله. والفصوص ما بقشرهاش زي ما قلت لكم، بحطها في الطبق اللي انتوا شايفينه ده. تمام كده. وعرفنا طبعا ان التوم اللي بيتخزن هو التوم الابيض، التوم اللي بيتضرب في الكبة هو التوم الابيض. عملت بقى الكمية دي كلها حبايبي وقشرت شوية كده حطيتهم على التوم، قلت عشان انجز بقى عشان في الوقت كده بسرعة. يعني قشرت الجزء اللي هو فيه الجذور وحطيته على التوم، وبعد كده قشرته بالشكل ده. كل ده الكمية اللي طلعت لي منه. كمية حلوة بسم الله ما شاء الله، والورق شكله جميل جدا جدا وهش كده وشكله حلو ولونه جميل جدا. ده يتعمل لون توم باودر، هيبقى في منتهى الروعة. هجيب بقى صاجين كده حلوين علشان الكمية عندي كبيرة. هفرد كده، يعني هفردهم على على الصينيتين كده. وهكون مولعة الفرن، يعني درجة حرارة وسط، لا عالي قوي ولا واطي، او درجة وسط. وطبعا انت لو انت لأول مرة بتعملي توم باودر، يعني دخلي صاج، ما تستخدميش الصاجين مرة واحدة. حطي صاج في الرف الأوسط، ما تحطيش تحت خالص. حطي على الرف الأوسط على درجة حرارة متوسطة. وكل شويه حبيبه قلبي لا تطلعيه من الفرن وتقلبيه كده بمعلقه خشب او سباتلا عندك، او لا اما يعني لازم يتقلب كل شويه تقلبيه. انا طبعا عشان كذا مره يعني من زمان بعمل التوم البودر، انا حطيت على الرف اللي تحت، على الصاجه اللي تحت بتاعه الفرن، وحطيتها على الرف الاوسط. وكل شويه بقلبهم برضو وبقلبهم، يعني بجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت. ومن ناحيه تانية كمان بقلبه، كمان بقلب الورق بسباتلا كده عشان كله يتحمص كله مع بعضه. تمام. تاني حاجة حبايبي بقى، بدأت ان انا اضرب في التوم طبعا في ناس حبايبي بيحبوه خشن وناس بتحبه ناعم، انا بحبه وسط. يعني خير الامور الوسط، انا ما بحبوش لا خشن قوي ولا ناعم قوي. وما بحطش اي اضافات خالص خالص في الاول، لحد ما بيديني اللي هو النوعية اللي انا عايزاها، الدرجة اللي انا عايزاها. ببدأ احط معلقة واحدة من الملح، ومعلقة مش هرمية، يعني معلقة مش مليانة قوي، يعني معلقة كده يعني ما تعتبرش كبيرة يعني.
وبادّيه له تقليبة واحدة بس، يعني مش الغرض إن أنا بانعّم التوم، أنا بالغرض من التقليبة دي الأخيرة إن أنا باقلّب الملح مع التوم. ممكن نستغنى خالص عن الخطوة الأخيرة إن التقليبة الأخيرة دي وأقلّبها بالسباتيلا دي عادي خالص. بعد ما أشيل السكاكين بتاعة الكبة باحط معلقة الملح وباقلّبها بالسباتيلا أو بمعلقة وهي في الكبة زي ما هي، وباحطها بعد كده في البرطمانات بتاعتي. وبالاحظ كمان إن أو باراعي إن البرطمان ما يبقاش متكبّس أو إن أنا أضغط عليه وأكبّسه، لأ، أنا باخلّي كده فيه جزيئات هوا زي ما أنتم شايفين، علشان يبقى سهل عليَّ وأنا باستخدمه ما يبقاش متجمد ومتحجر أوي كده، يبقى سهل إن أنتِ تاخدي منه بالمعلقة وتدخّليه تاني في ساعتها في الفريزر. يعني ساعة الاستخدام أول ما تيجي تطبخي كده تاخدي المعلقة أو اللي أنتِ عايزاه وتحطيه في ساعتها في الفريزر، وبيبقى سهل جدًا، جدًا إن أنتِ تطلّعيه. بُصّوا أنا باضرب كده على كَف إيديّا علشان بانزّل بس اللي فوق تحت، مش إن أنا باكبّسه. يعني بانزّل بس اللي تحت اللي فوق تحت كده وخلاص، وهو فيه جزيئات هوا أهوّة باين أهوّة بُصّوا، هو كده كويس جدًا، جدًا. هاقفله بقى وفي ساعتها بادخّله الdeep freezer، يعني هاخد البرطمان التاني واودّيهم دلوقتي deep freezer، مش هاستنى لحد ما أخلّص الكمية كلّها، علشان طبعًا لونه ما يتغيرش منّي. هاخلّص بقى الكمية كلّها، وهنا الورق باورّيكم يا حبايبي إن هو فيه ورق أخضر، الورق الأخضر دوّة بيبدأ الأول كده يطرى منِّك وبعد كده يخضر وبعد كده هيخروش معاكِ يبقى زي الفل بالشكل ده. وبكده يا حبايبي بقى سمعتوا الخرفشة بتاعته جميل جدًا، جدًا، جدًا ومتحمّص تحميصة جميلة جدًا. السبب في كده إن أنا كنت باقلّبه كتير علشان ما فيش حد يعني حبّة يبقوا غامقين وحبّة يبقوا واخدين لون تاني. والناحية التانية كمان ريحته كمان يا حبايبي، ريحته في الشقة بجد كانت تحفة. مجرّد إن أنتِ تفتحي الفرن بتاع الباب بتاع الفرن بتاع البوتاجاز هتلاقي ريحة التوم البودر بجد، بجد كانت مالية البيت، ريحة جميلة جدًا وحاجة مضمونة وحاجة طبعًا أنتِ عاملاها بإيديكِ. وكمان التوم البودر إحنا عارفين أسعار الدنيا عملت إزاي، إن عملنا يعني كمية حلوة وعملنا برطمان إلا شوية كده من التوم البودر. بس في حاجة حبايبي عايزة أقول لكم عليها، الكبة دي ما تنفعش خالص، خالص في طحن التوم البودر. ليه بقى؟ هتطلعه لِك خشن وهتغيب أوي، أوي لإنها كبيرة وما ينفعش في يعني الحاجات اللي هي بتتطحن دي ما تنفعش تتعمل في الكبة. أنا حبيت بس أوريكم الحاجة دي علشان يعني الحاجة اللي ما بتنفعش باقول لكم ما ينفعش. هي بدأت تطحن بس ما طحنتهوش الناعم زي ما أنا كنت عايزاه. بدأت بقى إن أنا أصفّيه بالشكل دوّة بالمصفى دي، واستغنيت خالص عن الكبة وجبت الكبة العادية خالص اللي هي بتاعة طحن الفلفل والكمون العادي خالص، اللي هو الخلاط العادي اللي هو الكبة العادية. دي بقى هايلة في طحن الحاجات دي بصراحة. أصبر عليه بقى واحدة، واحدة كده واطحنيه عشان يبقى ناعم معاكِ أحسن من اللي إحنا بنشتريه من برّه 100 مرّة، وريحته تحفة، تحفة، ولونه جميل جدًا. بانخله بقى بالمنخل اللي هو بتاع الدقيق عادي خالص علشان يبقى ناعم معايا، ودُولة اللي طلعوا منه بقى خلاص مش مشكلة، حاجات بسيطة جدًا وطلع معايا ناعم وزي الفل، في منتهى الجمال، والّا ريحته تحفة. هاعبيه بقى في برطمان يا حبايب قلبي وهنحطه بقى في الفرن، فرن إيه هنحطه في المطبخ آسفة يعني. هنحطه بقى يا حبايبي في المطبخ، عملنا بقى أحسن توم باودر بجد، بجد تحفة، في منتهى الجمال. وخزّنّا كمان التوم الأحمر، إزاي نخزّنه وإزاي نحتفظ بيه فترة طويلة. وخزّنّا كمان التوم اللي هو المفروض بيتضرب في الكبة، وعرفنا إزاي بيتضرب في الكبة وإزاي بنحتفظ بيه في التلاجة لفترة طويلة جدًا، بيقعد معانا من السنة للسنة. أهم حاجة التوم اللي إحنا عملناه يا حبايب قلبي لازم يتحط في الظل. ويا رب أشوفكم على خير في حلقة جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.